لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لوانه 675 لوانه كاين تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان ومن بس رضا من دي رب العالمين وهي دارم ايوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. والله خوش وسنا كلواني رابرج لخدمة دوات بيروز داوين رب العالمين بيدا فرمي برسول الله صلى الله عليه وسلم بمشركة كان بلا نابي المولو وحيي كلبوم هات يشتاق لم حرام بي وياخذ لكسك حرام بي لو كسي كوادي خوا وكو حرام لخوار دمنيا كان لبو كسك كبيخوا تنهى أو تنشتنبي إلا أن يكون ميتة أجر مدار بوبي يان خوينك ولا بالحيوان دروا أو لحم خنزير يان گۆشتی بەرازبی فإنه رجس کە پشتێکی پیسە ئەو فسقا أهل لغير الله به یان حیوانێک لە کاتی سەربڕینەکەی ناوی غەیری ئەڵڵای لەسەر هێندراوی سبحانه وتعالى بەڵام لەگەڵەوەش فمن اضطر ئەو شتە حرامانەش ئەگەر کەسێک ناچار بوو ئەوە لەو حاڵەتەی بەڵام بە شەرتێک غەیرە باغ ولا عاد بەغی نەکە واتە حەلال مەوجودە بچیتن بەرەو حرام بڕوە یاخود تعدى لكسيش كنكا كيج وكوي محتاجة ولا عاد لكاتي خواردنكشي كناتار بيخوا تعدانك بتجاوزنك لو حد كوازيات لبويدان درا أو لو حالتي أجر أو حرامش بخوا لو حالة بيشتي فإن ربك غفور رحيم. ابن كثير رحمة خوالي بدله ما بس لا هناني أو تليردا ردانوي مشركة كان كوا ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ردانويا لبو أو مشركاني كوا لخويانوا شتيان هنابو دانقو فلان حيوان أو السائبة حرام وصيلة حرام حام وكو باس ما كرك لسورة المائدة شخواي قولة باس كرده يتر هر يقلو حيواناتانا كوا زيات الباس لحشتر بو أقر أو انداز قيبك أو حرام أقر أو هابي أو حرام يتر خواي قول رديان داتو بيان بلاشتوان نبوة لدين إخوة سبحانه وتعالى لو يخوي يقول فرما پیغمبر كريم صلى الله عليه وسلم كوا هيشتك حرام نية لو وحي كلبوم هاتيا تنها أو نبي كوا أو تنشتي كخوي يقول لو حالتين دس نشاني كر وما عدا ذلك فلم يحرم أوي غيري أو تار صنفش خوي يقول ذا بابنا كلي رباسي كذا غيري أو تار صنفة أو حرام نية وإنما هو عفو مسكوت عنه غيري أوي كوا خواي قول بناو هنا ناوي هنا حرامي كرديا أو إنك كباس نكرديا مسكوت عنه أو تابوشي لكرا وتحرام نيا فكيف تزعمون أنه حرام؟ تبت الشيء ادعاء ذكن كأوشتاني أنقو حرام تاكردي حرامة ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله تعالى؟ يتلا تشين دري أو حرامتان هنا لكاتك ده خوا حرامي نكرديا تحليل التحريم تنهى ده صلاة خوايا سبحانه وتعالى ده صلاتي هز بشريقني اشتك حلال بكاو اشتك حرام بكاو انزال دواء وده فرمي وعلى هذا فلا ينفي تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا. طبعا لو آتيك وصورتي شمكية خواهي قورا فرمان ببيغمبرك صلى الله عليه وسلم كوا بيغمبر تنها أو تسارشتا ليردا لبون بوحي هاتي حرامة بەڵام شتی دیکەش کەوا لە دوای ئەو ئاتانە لە سوورەتە مەدەنیەکان دابەزی یان پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە فەرموودەی صحیحی خۆی کە باسی کردە لە بەوەنکاویشیان هەر
وحي لنا رب العالمين وتنها لفظك إلا أن بيغمبر صلى الله عليه وسلم طبعا أو إلى دواي أو حرام كرا للا أخواي قوله سبحانه وتعالى أو أيشان هر حرام معناه أونيك وحرام كان تنها أو تصار شتبي حتى وكو دابزيني أو أتا أو تصار شتا حرام كرابو كخواي قوله فرمان بيغمبرك صلى الله عليه وسلم فلا ينفي تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا. ابن كثير برام أو لدواء أو تاريخش لدواء التاريخ دابزيني وآتش حرام كرا أو الشهر حرامة وكو دفرمي لحوم الحمر الأهلية كواتا بالنسبة جودريجي أهلي واتا طبعا جودريج وحشي من هي أهلي من هي أو كوا لناوشارو باب خلشي بكاري دينن لبو نقل أو بابتانا إيتر أو كوا وحشية أو حلالة بلام أهلية كان حرامة حديث صحيح في غمر صلى الله عليه وسلم. ولحوم السباع وهروها بابن جوشتي حيوان درندكان عيني بهماشي وأواني كوا كلبان هي للدانكانيان وكل حديث صحيح في غمر صلى الله عليه وسلم. وكل ذي مخلب من الطيور وأوي كوا رنوتشي هي لتيركان كأويج نشاني أوي كوانج درندنا وجوش خورن بهماشي وأوش حرام كوا حديثي صحيح في غمر صلى الله عليه وسلم كوات أوي لدواي أو تاريخي كوا أو صورتي مكية لدواي أو تاريخي كوا لدواي أوش لمدينش آيات دابزي وهروات سنديف المدير في غمر صلى الله عليه وسلم أوي لدواي أو تاريخ شهاد كوا خواي قول حرامي كذا أو سلسلة قرآن بيروز يأخذ لسر زمان في غمر صلى الله عليه وسلم أي الشان حرامة. وبالجملة فالآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجد فيما أوحي إلى تلك الغاية غيره كوات آيات كإشارة بوي كوا حتى كاتي دابزيني أو آتي سورة الأنعام كسورة مكية تنها أو تنشت حرام أو أنك أوان حرامين كربيشوت الأخويان أو مسألة شيتك ولا ينافيه ورود التحريم بعد ذلك في شيء آخر. طبعا أو كالدواتري مثلا لبون منا لسورة المائدة كسورة مدنية خوي قولش تتري حرام كرك الموقودة والمنخنقة والمتردية والنطيحة كلكات خوي بس ما كرديا أو حيوانك و بابرين لا جيجاك بردبتو أو حيوانك ودخنشي أو حيوانك وليد دري دمري يتلوانها مو حرامة. وذلك لأن هذه سورة مكية فما عدا ما ذكر تحريمه فيها مما حرم أيضا طارئ كواتا حتى أوكاتي تنها أو تارشتبو لدواي أوش كواتي دي دابزي لسورة المائدة ويأخذ سورة تلو يأخذ لسر زمان بيغمبركي صلى الله عليه وسلم أيجبه ماشي وحرام. قيل إذا حرم غير ما ذكر كان نسخا لما اقتضته هذه الآية من تحليله كواتا هندق دزانان كواتا كلو آتتنها أو تار صنف حرام كراه ميتو دمي مسفوح وهل لحم خنزير وهل ما أهل به لغير الله ضلين كواتا لدواي أو لآت كذا فرمي كواتا غير أو تار شتوان كهموي حلالة أو كالدوات تريدا بزيا بحرام كردي هندق أصنافي ديكا كواتا لو حالته أو نسخي أو آتي دكاتو بتايبتي نسخي مع عداي أو تار صنف كلو آت حلالة كواتا هرشتش كحرام كرابتو نسخي أو تحليلك ولو آتهته بلام ضلي وجوابه أن ذلك زيادة تحريم وليس بنسخ لما في الآية كواتا لو حالتي در نخير نسخنية زيادة تحريم غير أو صار صنف كلوات التحريم كرا كدوات تريشات الحرام كرا أو زيادة تحريم النوع النسخ بي لبو تكل براس علماء قد ملاحظة بكين ليرو لسندين زي قالك كبازنا نسخ آيات دكن حتى ما أمكن الجمع بين الآيات نانقوت أول منسوخة بلام هندق آيات شيء بفعلي منسوخة بلام زوريش محدودة بلام وانا كان كوا حتى بكرة جمع بين آيات كان جمع إذا كانوا نالين نسخة يتروكوا لرجلة أجر هل آياتش كهاتبت من الدواء أو اشتري كي حرام كربي أو زيادة تحريم نوع النسخ بي لبو أو آتا فصح التحريم كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطيور ما جامع بيكر هر حيوان اشتدرنده كوا كالبيه بي كوا إشارة بي كوا قوشت خورة وهروها همو تيري كوا رنوشي هبي كويش إشارة بي كوا قوشت خورة عين با حديث صحيح بيان صلى الله عليه وسلم إشارة بيكرا كوا حرام. سيوطي لإكليل ضلي احتج بها كثير من السلف في إباحة ما عدا المذكور فيها كواتا زورق لبياواني لعلماء السلف ضلين ما عدا أو تسار صنفي كوالير دا حرام كرا أويد كهموي حلالة
أو آتي كان بلغا. فمن ذلك الحمر الأهلية يتر حتى دلين جودريجي أهليش أيش حلال لبرو لو صار صنفي باس نكراك وحرام بي يتر لو روايات كإمام بخاري لعمري كوري دينار دجرتو دلبا جابري كوري يزيد مقو يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية جملة أبو خلقك باز لو ذكاك وبيغمبر صلى الله عليه وسلم حمري أهلي جودريجي أهلي حرام كرديا فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة أو بياوش لا يمل بصرة رواية ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس ابن عباس كوا مشهور به البحر الحبر البحر كواتا الحبر وكل علم وكل علماء يهود علمها البحر شاب علمك زور فلاون هندي بحرك برام دل ابن عباس كوا بحرك العلم أو شتي رد كرده وكوا نخيروانيا بلكو أو آتخين دو قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما أو آتي سورة الأنعام كواتا ابن عباس رأي وابوا غيري أو تسار صنفة هي سيديك حرامنيا. وأخرج أبو داود عن ابن عمر أنه سئل عن أكل القنفذ برسيال ابن عمر ذكر إخوة يقول أخوي باب رازبي درباري خواردين قنفذ واتا أو حيواني كوا همو لا شيء دركة جوجك فقال أو فقرأ هذه الآية أو آتي خين دواء قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم أو صار صنف حرامك وأتغير أو حلال. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة أنها كان إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير أقول برسائل يكرا درباري أوي كوا هر حيوان اشترندك وكلبيه يأخذ هر تيري كوا رنوشها أويش أو آتي دخين دكوات لا أويش هروابو كجوا غير أو صار صنفيش كحرامنيا. وأخرج عن ابن عباس أنه قال ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه دليك وهيشتك لا جان لبران حرامني إلا وكخوي يقول لا قرآن فيروس حرام كردي أو آتي دخين قل لا أجد فيما أوحي إلي. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا أهل الجاهلية هندك اشتيان دخوار وهندك اشتيان وندخوار لبرو بيزيان لدبوا. فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم خواي قولا بيغمبر كيروانكر صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه يتر خواي قولا للرجاء بيغمبر صلى الله عليه وسلم كتابك إذا بزان أو حلال وحلال تدا بيانكر وحرام تدا بيانكر فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام أو كخوا حلال كذا حلال أو إخوا حرام كذا حرام وما سكت عنه فهو معفو أو كوا خواي قولا باسي كذا أو خوات الساب وشي لكرة أو زاو آتخين قل لا أجد فيما أوحي إلي يتدلي. وذكرنا ضعف التعلق بهذه لا على ما ذهبوا إليه قاسمي دلي براستي بيوزبون بو آتا بي كان بالقلب غيري أو هيش اشتيش كحرامني براستي واشتيش ضعيفة. لا فتح البيان دلي معنى الآية أنه تعالى أمره صلى الله عليه وسلم بأن يخبرهم لو آتمانا أو دقين كوا خواي يقول فرماني بيغبر كريم صلى الله عليه وسلم كوا خبريان بيبدا كوا هيش تيق نية حرام كرابيليم لو وحي كوا لبوم هاتي تنها أو تار صنف نبي فدل ذلك على انحصار المحرمات فيها يتلو بلقي لسلوي دلي كوا تنها محرمات أو تار صنفية بلام لولا أنها مكية بلام سورة مكية وقد نزلها بعدها بالمدينة سورة المائدة لدواء أو سورة المائدة دابزي لمدينة وزيد فيها على هذه المحرمات لسلوا محرمات عن محرمات كشهات بيش وكل سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومهيل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمطر أو نشهات حرام كران. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وهروها لسر زمان بيغمبرك صلى الله عليه وسلم أو درندانك أو ددان تيجانها وهروها أو طيرانيك عين أو مخلب تيجانها عين يوانك بلغن لسر أو حراما. وتحريم الحمر الأهلية عين لسر زمان في نصوص بيمان جيشته أو جواد راجانك وأهلينا عين حرام. والكلاب ونحو ذلك وهروها الصق وهروها بشيلا غير أوشكوا حراما أوانا بخورين زيادة لو صار الشيء لو آتي باس كرا لدواي أو اشتانش بيان كرا. وبالجملة
فهذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما يؤكل من الحيوانات أو تعميم أجر بالنسبة أو بكوا كحلال الحيوانات بخري كما يدل عليه السياق ويفيده الاستثناء فيضم إليه كل ما ورد بعده في الكتاب أو السنة مما يدل على تحريم شيء من الحيوانات كواتا ليردا أو كوا باسكرا فعلا بيوزبون بوآتا راستا حتى وكو أو كاتي أو آتدابزي لسورة الأنعام كسورة شي مكية غير أو تسار صنفة هيش تشديك حرام نكرا مردار بوا خويني رويشتو وهروها قوشتي براز وهرو حيواني كوا ناي خوالي سنهندرا أو تسار صنفة حرام كرا حتى أو كاتي أو آتدابز مرام لدواي أوه لسورة مدنية كان آتي تدابزي شتي تري حرام كرا لسر زماني في غنبر كشي صلى الله عليه وسلم شتي ديك حرام كرديا يترديارا وكو باس مانكر أو بابته زور شتي باس كرا الأحكام بيوست برون كرنا وهي بلان لورتا وابوني كان لير دوستين بابشتوان رب العالمين لواني دهاتوش دينه وخزمة أو آتا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.